مساء الخير على حضراتكم. النهارده هنتقابل مع شركه عندها مميزات كتير. هنختصر بس المميزات في 4 حاجات. اول حاجه بيعرفوا يختاروا مواقع ممتازه جدا للمشاريع بتاعتهم. تاني حاجه بيطلعوا بانشاءات بسرعه كبيره. ونقطه تالته مهمه قوي، ان اللي بيرسموه واللي بيتفقوا معاك عليه ما بيغيروش فيه اي حاجه، هو دوت اللي بيسلموه فعلا. واخر حاجه ونقطه مهمه جدا، ان اسعارهم غير مبالغ فيها، بيدوا اسعار الواقعيه للسوق. تابعونا للاخر. مساء الخير على حضراتكم. معانا النهارده ياسمين سينيور سيلز من RNA. ياسمين ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. ممكن تعرفينا عليكي؟ انا ياسمين سيلز سوبرفايزر شركة R&E ديفلوبمنت. اهلا بيكي. اهلا بيك. RNA احنا كنا لسه بنتكلم عليها ان هي شركه ملتزمه واسعارها كويسه. احنا عايزين لمحه كده سريعه عن RNA. طيب في الاول هي شراكة مصرية سعودية، مجلس إدارة، خبرة أكتر من 20 سنة في مجال التطوير العقاري والتخطيط الهندسي. أول وأهم اسم معانا دكتور يحيى البستام، مستثمر سعودي عنده مجموعة شركات على مستوى العالم اللي ريليتد ب R&A، أو اللي احنا بنقول إن هي السيستر كومباني لشركة R&A. شركة اسمها GCLA، دي تخطيط واستشارات هندسية. الشركة دي نفذت مشاريع بالفعل مع حكومات الدول العربية، زي مطار أبو ظبي، مطار الدوحة، الصالة الرياضية في تونس. تاني اسم معانا مهندس وائل البنا، وده المشرف الهندسي على مجموعة المانع في السعودية. ودي مجموعة شركات مقاولات كبيرة في السعودية زي المقاولين العرب عندي في مصر. واخيرا دكتور علي عبد العاطي، مستثمر في المجال الطبي وفي المجال العقاري، مشاريع سكنية في بيت الوطن ومدينة نصر. تمام. انا سامع استشاري هندسي وشركه بناء، معنى كده ان انتوا اللي بتبنوا لنفسكم وانتوا اللي بتصمموا لنفسكم؟ خليني اتكلم معاك ان الشركه عندي مهتمه قوي بحته التخصصات في مشاريعها. بمعنى انا ما عنديش استشاري واحد بيشتغل على كل المشاريع. عندي مجلس بيشتغل على كل مشاريعي، استشاري هندسي محمد حافظ، واستشاري تنفيذي جوده محمد غانم، واستشاري الكتروميكانيك شركه الدقه بتاعت وليد السويدي. تمام، حلو جدا. يعني انتوا حتى مهتمين بالالكتروميكانيك علشان المشاريع لما تبقى اون بلان ما نعطلش في استخراج رخصه التشغيل، هي اوريدي بتاخد وقت، فمش عايزين نطول، وده بيبقى في الاستثمار مش افضل حاجه، طبعا انت عارف. اكيد. طب ممكن تعرفينا ايه المشاريع اللي ليكوا في مصر في الوقت الحالي؟ اول مشروع نزلت بيه شركه R&A ليفادو بزنس كومبلكس، صف اول سوق الذهب ومسجد مصر. ده اول مشروع لينا. النهارده احنا مخلصين الكونستراكشن بنسبه 100%. بدانا التسليم المبدئي للتجاري، وتسليم المشروع بشكل نهائي هيبقى في يناير 26. اوكي. تاني مشروع لينا في ترايتون تاور في منطقه الاعمال المركزيه. سنتر بزنس ديستريكت، من اهم واميز المناطق في العاصمه. والنهارده احنا خلصنا الصبه الاولى، يعني خلصنا رمي الاساسات، وبنستعد ان احنا نطلع باول دور بيزمنت. هو المشروع دوت كان فيه شويه لغط عليه، لان كان فيه شويه تاخير في الانشاءات. ممكن توضح لنا النقطه دي بعد اذنك؟ طيب، اول حاجه احنا لما كنا خلصنا حفر بشكل كامل، جه جهاز العاصمه قال لك المطورين يرجعوا 10 متر ورا عشان التوسعه. لما رجعنا 10 متر ورا، احنا كنا خلصنا حفر، فطبعا رجعنا ردمنا ورجعنا نحفر تاني. بعد شويه جه جهاز العاصمه حب يعوض مطورين الصف التاني كلهم، فبدل ما كان المشروع ارضي و13 بقينا ارضي و16 وخمسه بيزمنت. فطبعا رجعت اعمق الحفر بتاع المشروع. فده بس اللي خد وقت، بس لما هتيجي تنزل في اللوكيشن هتلاقيني سابقه بكتير. احنا هنعرض كل حاجه من اللوكيشن، يعني احنا مش هنتكلم بس توضيح بتقولوا ياسمين، احنا كل حاجه هنعرضها لايف في الموضوع في الفيديو واحنا بنصور ان شاء الله. طيب ممكن كمان اعرف ايه المميزات اللي ممكن تقدموها للعميل بتاعكم؟ احنا دلوقتي بنتكلم عن العاصمه، لان احنا سايبين المشروع بتاعكم للتجمع السادس لاخر الفيديو معانا، عشان خاطر ده جزء استثماري كويس جدا من رأيي يعني. اوكي. طيب احنا ايه اللي بنقدمه في المشاريع بتاعتنا؟ العميل اهم حاجه عندي ان انت بتشتري في مشاريع هي خلاص بتخلص انشاءاتها with a reasonable price. احنا حاطين لحد دلوقتي سعرنا بالنسبه لاي حد او بالنسبه للمنطقه هتلاقيه السعر المتر العادل للمنطقه، بلس ان انت في الداون تاون انت بتستلم فوري. في السي بي دي
عندي اكتر من اوبشن. يعني مثلا عميل مهتم بالايجار الالزامي، عندي ايجار الزامي فعلي حقيقي بعقد ثلاثي الاطراف مع شركه اداره محترمه محدده نسب وكاتبه حسب سعر السوق وقت والداون تاون التشغيل. برضو عندكم الزامي فيه؟ لا تفويض. بصراحه اشمعنى؟ فرق مناطق. يعني المنطقه دي كده كده تشغيلها جاي تمام. المنطقه بتاعه السي بي دي الشركه خدت المشروع، حددت ادوار معينه في الاداري هيبقى عليها ايجار الزامي والتجاري بالكامل. انا جنبي منطقه شركات عالميه، والمعروض بصراحه العرض والطلب، منطقه المعروض فيها قليل والعرض بتاعها هيبقى مرتفع، فتشغيلها هيبقى اسهل بكتير. تتوقعي التشغيل الفعلي للداون تاون والناس تبدا تحس بعائد من اللي هم اشتروه في وقت قد ايه؟ احنا بنقول رؤيه مصر 2030. يعني كده كده احنا عارفين ان الداون يعني تاون 5 سنين 2030 وممكن قبل كده، بس المتعارف عليه في السوق هيبقى 2030. اوكي. طب والسي بي دي؟ لا السي بي دي هتبقى اسرع، لان هي اول منطقه اليت بتقابل الاحياء السكنيه، بلس ان انت جنبك المنطقه العالميه، برج الايقوني والابراج الصينيه، مع العرض والطلب على المنطقه. كل ده كل ده هيخلي التشغيل اسرع والريت الايجاري مرتفع جدا كمنطقه. ممكن تكلمينا يعني لو حتى باكزامبل في الارقام على الايجار الالزامي بتاعكم في السي بي دي؟ طيب احنا محددين نسبه، وعلشان نأمن العميل اكتر كاتبين حسب سعر السوق وقت التشغيل. بمعنى احنا حاطين نسبة معينة، قايلين مثلا من 15 ل 20% من سعر الوحدة لمدة 9 سنين، وفي زيادة سنوية 10%، وحسب سعر السوق وقت التشغيل. تمام. طيب ليه؟ لان متوقع ان سعر السوق هيبقى مرتفع جدا. انا اول منطقة من الشركات والفنادق العالمية، فلو مش بنأجر زيهم بالدولار هنبقى بنأجر بأعلى ريت في العاصمة كلها. في شركة بتقوم على الإدارة بتاعت الوحدات بتاعتكم؟ طبعا عندي شركتين. عندي شركة للتشغيل زي ما قلت لك في الأول، احنا مهتمين بالتخصصات جدا. فحتى لما جينا نتعاقد مع شركة إدارة وتشغيل جبنا شركتين. كيب بروبرتي دي هتبقى ماسكة إدارة المشروع من صيانة، نظافة، سيكيورتي، وهيبقى في شركة التشغيل دي عشان اللايسنج للبراندز والتسويق بتاعة المشروع. دي شركة اسمها برينتو فاكت. اوكي. دي عقود فعلية مش لا العميل بيمضي عقد ثلاثي الأطراف من دي 1. اوكي. وسعر المتر السعر العادل برضو للمنطقة، يعني أنا مش مزودة السعر وبرجع الفلوس للعميل. احنا برضو هنوضح لحضراتكم على الفيديو نفسه أسعار وحدات، يعني الإداري عندهم في الوقت الحالي عامل كام، التجاري عامل كام، ونقدر نحسب مع بعض العائد على كل وحدة. طيب نيجي بقى للبونبونية اللي أنا منتظرها، التجمع السادس. احنا لما بنيجي نتكلم عن التجمع السادس احنا بنقول ان العميل بياخد بنفيت بتاعه العاصمه الاداريه وبنفيتس بتاعه التجمع. ازاي؟ انا بشتري في منطقه شغاله، منطقه متعمره واون تراك. احنا بنقول 10 دقائق من الجامعه الامريكيه، يعني في لوكيشن حيوي جدا. طيب واخد ميزه العاصمه، احنا بنقول ان التجمع السادس الحكومة أو الدولة بدأت تتلاشى أخطاء التجمع الخامس كبنية تحتية، كتخطيط عمراني ما كانش أفضل حاجة. فاحنا بنقول إن احنا هنا منطقة بنظام الفور جي، الانفراستراكشن على أعلى مستوى، بنية تحتية محترمة جدا. التخطيط العمراني بتاع المنطقة كله كومباوندز، ما ظهرش فيه لحد دلوقتي ولا سيبريت ولا عشوائيات ولا مجاورات. فاحنا بنقول منطقة يعني هتبقى منطقة إليت. كمان نزول كبار المطورين العقاريين في المنطقة بيأد فاليو وهاي كوميونيتي للتجمع السادس. يعني مثلا زي الكازور، زي اورا، زاد است، لافيستا نازله بقطعتين، قدامنا هايد بارك، برضه اسماء كبيره جدا. طبعا مراكز. كل الشركات دي بتأد فاليو للمنطقه. لما هنتكلم عن المنطقه بلس ان هي از اكسسبيليتي، منطقه سهل الوصول. عندي من فوق طريق السويس، طريق السخنه، وعن طريق ال90 والاوسطي. كل دي فاليو للمنطقه. طيب احنا كمان حابين نوضح نقطه مهمه في الاستثمار. لما تيجي تستثمر في عقارات، المكان اللي هو خلاص الخدمات بتاعته قربت تخلص، يعني هو تقريبا وصل للقمه بتاعه الاسعار بتاعته، لكن مكان لسه ولا في طريق ولا في حفر ميه ولا في كهرباء ولا لسه بيبداوا انشاءات فيه، ده معنى كده ان هو مكان ده اللي هيطلع وده اللي تقدر تستثمر فيه عقارات، ده هتجيب فيه
بالظبط 3 و4 اضعاف اللي انت دفعته في الاول، لو بالاخص لو انت من اوائل الناس اللي اشترت في المكان. نرجع لياسمين تاني. المشروع بتاعكم بقى، قولي لي مساحه قد ايه، عاملين ايه الفيتشرز اللي فيه اللي تفرق مع العميل، ايه اللي يزود معاه فاليو في ان هو يشتري واحد عندكم؟ طيب احنا بنقول كايروفا كومباوند. احنا كومباوند سكني 18 فدان على 3 شوارع رئيسيه، بيني وبين شارع التسعين دقيقتين بالظبط، التسعين الجنوبي، وبيني وبين طريق السويس او السخنه 4 دقائق. بلس ان انا جنبي مباشره منطقه الخدمات بتاعه التجمع السادس اللي هتخدم على التجمع السادس كله، مستشفيات بقى وجامعات وكل المطاعم وكافيهات ومولات، كل الخدمات اللي بنحتاجها هتبقى في منطقه الخدمات، وقدامي العاصمه الاداريه دايركت. فانا في لوكيشن مميز جدا. نيجي بقى نفتح الماستر بلان بتاعت البروجكت، هنلاقي فيه 2 جيتس، جيت للفيلل وجيت للبيلدينجز. كام في المية للفيلل وكام في المية للشقق؟ بنقول 60-40، 60% فيلات و40% شقق. طيب ده بيأد فاليو برضو، يعني الكومباوند اللي بيبقى انكلودنج فيلل ده بيأد فاليو، بتبقى الفاليو والكوميونتي بتاعت وكمان الكباسيتي بتبقى اقل شويه كتير، يعني بكتير. مش شويه بس، لا ده كتير كمان. طبعا الكباسيتي بتقل، بتأد فاليو وهاي كوميونتي للكومباوند. نيجي بقى الفاسيلتيز. هي الفاسيلتيز عندي بولز، ووتر فيتشرز، في ملعب بادل، في مسجد، هيبقى في مديتيشنز اريا، اكتر من مديتيشن، اكتر من كيدز اريا، في اوت دور جام، في باربيكيو اريا، اكتر من باربيكيو، واحده عشان الفيلات واحده عشان العمارات. هيبقى في نظام سكيورتي على اعلى مستوى للكومباوند. الجزء الاخير ده الطبيعي بتاع كل كومباوند. بالظبط ده طبيعي. المول بتاعكم هيبقى فيه ستراب مول متكامل الخدمات، هيبقى فيه بقى مطاعم وكافيهات وشوبينج سنترز. جوه بس ولا جوه وبره؟ لا، هيبقى على الطريق مفتوح لجوه وبره. اوكي تمام، عشان برضو يبقى تسويق للمشروع نفسه. هيبقى فيه صيدليه، كل الخدمات، كل البنفيتس اللي هنبقى محتاجينها موجوده. انتجريتد كومباوند يعني. بالظبط، موجود، مش هيحتاج لحد ستيتنج اريا هتبقى متوفره. طيب احنا النهارده يوم 17/10. ممكن تقولي لي اسعاركم في الوحدات السكنيه في الوقت الحالي كام؟ المتر عندي بيستارت من 46 ل 56 ألف انكلودنج التشطيب. ده سعر المتر. تشطيب سوبر لوكس، المواصفات بتبقى موجوده بالكامل في العقد. الوحدات مساحتها قد ايه وسعر كام؟ احنا في المرحله دي عندنا المساحات من اول 72 متر دي 1 بيد روم، في 111 متر ودي 2 بيد رومز، و135 متر دي 3 بيد رومز. الاسعار بقى عندي من اول 3,300 حلو جدا. دي اللي هي ال1 بيد دي 3,300,000، اللي هي 2 بيد رومز بتبقى 506، والثلاثه السعر. دي ستارت الاسعار، واللي هي 3 بيد رومز هتبقى 6,200. 6,200 ده رقم كويس جدا. التقسيط عندكم كام سنه؟ عندي من اول 5% داون بيمنت وتقسيط على 8 سنين، او 10% داون بيمنت و9، او 15 على 10، وفي 30 على 12. احنا بنتكلم تقريبا مثلا في الوحده 3 غرف، ان احنا بنتكلم في متوسط في الخمسينات في القسط الشهري. بالظبط. ده رقم كويس جدا في الوقت الحالي. طب ليه اسعاركم يعني اقل من اللي حواليكم كده؟ طيب خليني اوضح لك حاجه، ان احنا عندي الشركه احنا مش حكايه اقل، انا ببقى حاطه السعر المتوسط للمنطقه. متوسط السعر. الشركه عندي ما بتدورش على اعلى مكسب. احنا في المتوسط في كل حاجه. حتى مقارنه بالعاصمه هتلاقي برضو السعر بتاعي في العاصمه يعني افضل من الاسعار اللي حواليا بكتير. ده حقيقي. هي الفيجن بتاعت الشركه ان احنا بناخد برايم لوكيشن وذ ريزونبل برايس، افضل لوكيشن في المنطقه مع سعر متر عادل ليها. اوكي، وكده كده الشركه بتكسب يعني، مش اكيد حتى لو السعر مش غالي برضو الشركه بتكسب اكيد في كل الاحوال. طب ياسمين، احنا كنا عايزين برضو نعرف شايفين السوق العقاري في خلال ال5 سنين اللي جايين من رؤيتكم عامل ازاي؟ طبعا كاسعار الفتره الجايه طبعا زي ما احنا شايفين كل حاجه سعرها بيزيد، وكل يوم العقار سعره بيرتفع. احنا كشركه
ما بنزودش اسعارنا بشكل غير يعني مبالغ فيه. احنا ماشيين بوتيره متوسطه، بنراقب الاسعار، بنراقب السوق كويس جدا. حتى في اختيارنا للمشاريع، اخترنا اول بروجكت نزلنا بيه اليفادو، بعديها بسنه ونص ترايتون، بعديها وقفنا 3 سنين، وبعد كده نزلنا بالمشروع الجديد بتاعنا. احنا ما بنشتريش المشاريع بتاعتنا بشكل عشوائي. حتى في البيع ما بنفتحش بيع الوحدات بالكامل او المراحل، يعني بنبقى محددين مراحل معينه بنبيع فيها. مثلا في التجاري عدد ادوار معينه بنفوكس عليها، تخلص نفتح غيرها. عندي جوه الشركه اداره مخاطره، دي في تبع اداره الحسابات. دي اللي بترفلكت احنا نشتري ايه، نفتح ايه، نشتغل ازاي. هي اللي بتخطط احنا هنمشي ازاي. دي بتبقى بتراقب السوق، بتراقب البورصه، بتبقى بتراقب الاسعار طول الوقت. فاحنا ماشيين بوتيره معينه. دي بسبب كده احنا سعرنا مش ما بيزيدش. مش بنبيع بسعر غير يعني غير او بيزيد عادل. الزياده اللي هي الطبيعيه، اللي هي المتوسطه، يعني اللي هو الطبيعي. وقت من الاوقات ننام النهارده نصحى بكره الوحده اللي كانت بمليون جنيه تبقى بمليون 800 بعدها بشهر. ده ارقام غير طبيعيه. يعني هي هتبقى مثلا الزياده بتبقى زيادات متوسطه مش عاليه قوي، لان احنا بنبقى حاسبين. حتى في اللونشز ما بنحرقش سعر المتر بتاعنا. بننزل بالسعر المتوسط العادل، ما بننزلش نحرق سعر المتر. فعشان كده في المراحل المتاخره ما بحتاجش ان انا ازود زياده غير مبرره عشان الحق اخلص مشاريعي. لا، انا من دي 1 ببقى عامله حسابي في كل حاجه. في نقطه بس حابين نوضحها. احنا ممكن نلاقي شركه في خلال 3-4 سنين نزلت ب10 مشاريع. يا اما الشركه دي يكون عندها عباءه ماليه فعلا ان هي تعرف تعمل 10 مشاريع، يا اما نزلت بمشروع والتاني واحتاجت تنزل بالتالت عشان تسدد الفلوس بتاعه المشروع الاول والتاني، وبعد كده تنزل بالخامس عشان تسدد المشروع التالت، وماشيينها تروس في بعضيها كده. طبعا ده طموح وممكن الشركه تنجح، بس هو المشكله الوحيده في الموضوع دوت لو ترس واحد اتكسر من المنظومه دي الموضوع بيبوظ. فاحنا بنحترم جدا RNA ان هم ماشيين بوتيره مستمره بشكل ثابت، مش عشوائي. انا عايزه اوضح لك حاجه، ان اول مشروع لينا اليفادو بزنس كومبلكس، المشروع عدى عليه 3 تعويمات، ومع ذلك انا ما رجعتش للعملاء ولا طلبت زياده في الاسعار ولا عملت جدوله انشاته بسرعه ولا جدا، اي حاجه. خلصنا انشاءات سريعه جدا واشتغلنا في وقت قليل جدا. هتبداوا امتى انشاءات في التجمع السادس؟ ان شاء الله اول ما ناخد القرار الوزاري، يعني تقريبا يعني افريج 6 شهور باذن الله، ونبتدي نشتغل في السايت باذن الله ان شاء الله. اوكي ياسمين، طب احنا كمان كنا عايزين نعرف متوقعه تسليم المشروع امتى بالظبط؟ كحد اقصى هيبقى 2030. يعني 3 سنين ونص وفتره السماح. فتره السماح بالظبط. مستوى التشطيب عندكم احنا حاطين في العقد مواصفات التشطيب بالكامل. لو فتحنا العقد دلوقتي هتلاقي ان انا حاطه اعلى ماتيريال من كل حاجه. يعني مواد الخام بتاعه التشطيب احنا جايبين افضل حاجه من كل حاجه. احنا شاكرين ليكي جدا وتشرفنا بوجودك معانا، وتشرفنا بوجود RNA معانا في الشركه. ميرسي. اهلا بيكم، وما تنسوش تعملوا لنا فولو او سبسكرايب عشان خاطر تعرفوا كل جديد في السوق العقاري.